يا صباح الجمال والقوة. لو أول مرة تسمعيني فهنا دايما هتلاقي كلام من القلب لكل واحدة حابة تفهم نفسها وتطور حياتها وتحب ذاتها أكتر. فأهلا بيكي في المساحة اللي معمولة علشانك. النهاردة خلينا نتكلم عن بداية يومك. مش لازم يومك يبدأ بدوشة ولا خطط كتير، ده أوقات بيبقى كل اللي محتاجينه هو لحظة هدوء. أول ما تصحي من نومك بصي لنفسك في المراية وقولي لها أنا بخير ولسه قادرة أبدأ يوم جديد. يعني لو قلنا حاجات بسيطة بس في يومك هتفرق كتير. مش لازم تقلبي حياتك بين يوم وليلة، بس لو خدتي خطوة صغيرة في كل جانب من حياتك أكيد هتحسي بفرق كبير. لو بدأنا بصحتك، أول ما تصحي اشربي كوباية مية وحركي جسمك حتى لو رياضة خفيفة 10 دقايق بس، هتحسي ان طاقتك اتجددت ويومك بدأ بنشاط. روحك محتاجة هدوء، طبعا لازم تكوني محافظة على فروضك في وقتها، اوعي تتأخري فيها. كمان لازم تتكلمي مع ربنا، قولي كل اللي جواكي، مش لازم دعاء محفوظ بس لازم تدعي. ادعي لنفسك ولأولادك ولزوجك بالهداية، وادعي كمان بكل اللي نفسك فيه. كمان خليكي في الدعاء طماعة، والله ده انت بتطلبي من رب العالمين. ادي وقت لنفسك، خديلك 15 دقيقة اشربي فيهم فنجان قهوة او شاي بهدوء. افصلي عن كل حاجة حواليكي، اتنفسي بعمق، هتتفاجئي قد ايه عقلك بقى اخف وانشط ومستعدة تكملي يومك بهدوء. وقتك مع اولادك، اقعدي معاهم واسمعيهم والعبي معاهم، وما تنسيش تعرفيهم قد ايه هم مهمين في حياتك وقد ايه انت بتحبيهم. وادعي لهم وخليهم يسمعوا وانت بتدعي ربنا يحفظهم ويبارك فيهم. ولازم كل شوية تقولي لهم انك بتحبيهم وبتخافي عليهم. صدقيني كلامك هيفرق كتير معاكي ومعاهم. علاقتك بقى بجوزك، لو الصبح كده قلت له كلمة حلوة او دعم بسيط، لمسة طبطبة بحنية، امدحيه حتى لو في ابسط حاجة، وشوفي العلاقة هتتغير ازاي. دلعي نفسك، دي حاجة انا دايما بأكد عليها. هاتي لنفسك هدية بسيطة من غير مناسبة، خروجة لوحدك او لبس حلو تلبسيه علشانك انتي، هتحسي انك بتقربي من نفسك وده اغلى احساس. حبي نفسك ودلعيها، بصي لنفسك واشكريها وامدحيها، عقلك هيصدق وهينعكس مودك طول اليوم. خلصت الكلام، كل يوم هو بداية جديدة. اختاري تبقي طيبة مع نفسك، خدي خطوة حتى لو صغيرة. اختاري تحبي نفسك وتسامحيها وتدوري على البهجة والفرحة مهما كانت الظروف. انت لسه قادرة تبدأي يوم جديد، وما تنسيش ان كل يوم فرصة جديدة نبدأ من اول وجديد. حبي نفسك واسمعي قلبك وما تخافيش تطلعي اجمل ما فيكي. لو الفيديو ده لمسك او حسيتي بكلمة فيه، ما تنسيش تشتركي في القناة وتسيبيلي تعليق او تشاركيه مع صاحبتك اللي محتاجة تسمعه. وفي الختام، استعدي للحياة وافتكري دايما انك تستحقي انك تعيشي الحياة زي ما بتحلمي. وخليكي دايما قوية وخليكي دايما ديفا.